السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل التورتيه، هنزين التورتيه اللي كنا عملنا الاسبونج بتاعها الفيديو اللي فات. بس يلا بينا. قبل ما نبدا، لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني من انهي مكان والبلد بتاعتكم او المحافظه بتاعتكم. ايا ما تكون اكتبوا لي في التعليقات وانا بتشرف بوجودكم معايا. اول حاجة انا جبت كيس من اكياس التلاجة كده، وقطعته لأربعة، وببصه بنظمه كده علشان لما اجي اساوي بالسكريبر ما يلفش معايا او ما يحصلش اي حاجة. فبجيب كل طرف بالتساوي كده عشان ايدي وهي ماشية تبقى ماشية في اتجاه واحد. تمام. بعد كده الكريمة طبعا انا كنت ضرباها كريم شانتيه. التورتايه دي بتاخد معايا كوبايه، من كوبايه وربع لكوبايه ونص على حسب الشغل اللي انت هتعمليه فيها. تمام. قطعناها المرة اللي فاتت وعملنا الاسبونج لغاية اما قطعناه مع بعض. بعد كده ببتدي اجيب قاعدة زي ما انتوا شايفينها كده 30 في 40 عشان تبقى فيه مساحة للتورتيه. حابة تصغري القاعدة مفيش اي مشكلة، انا بحب كده عشان الجوانب بتاعتها ما تلبسي في العلبة لما اجي احطها. فبجيب لها القاعده دي وببتدي ان انا اسقي بشربات خفيف، وبعد كده ببتدي ان انا احط الكريمه. زي ما قلت لكم التورتيه دي بتاخد من كوبايه وربع لكوبايه ونص كريم شانتيه. انا بتكلم بالاكواب المعياريه اللي هي بتبقى الكوبايه 125 جرام، يعني تمن كيلو كريم شانتيه. فببتدي الكوبايه من كوبايه وربع او كوبايه ونص على حسب التزيين او الشغل اللي انت هتحطيه عليها. لو شغلك بالكريمه هيبقى كتير يبقى تاخد معاكي كوبايه ونص، لو هيبقى قليل يبقى كوبايه وربع. تمام. طيب الكوبايه ونص دول عملناهم ازاي؟ كل كوبايه ونص من الكريم شانتيه حطينا عليهم كوبايه الا ربع من السكر، حطينا 3 كوبايات من الميه المتلجه. الجو ابتدى يتعدل فعشان كده بقينا نحط عادي المية، بقى معيار المية ضعف الكريمة والسكر نص الكريمة. فدلوقتي وبحط بطعم الكريمة عندي، بحط عليها كريمة لباني بودر، حابة تحطيها ماشي، حابة تحطي لبن بودر ماشي، حابة تحطي كريم باستري، ايا ما يكون اللي بيطعم الكريمة معاكي حابة تحطيه حطيه. انا عن نفسي بحط كريمة لباني بودر فمتعودة عليها، بتدي طعم حلو قوي للكريم شانتيه، وانا بستعمل كريم شانتيه خام المتحدة. حطيت هنا الكريمة البني والكريمة البيضة وطعمتهم بجيلي فراولة، الكريمة البيضة وجناش شوكولاتة للكريمة البني، وببتدي احط الطبقة التانية من التورتاية. وبنفس الطريقة بسقي برضو بالشربات الخفيف اللي احنا عارفينه وعملناه مع بعض. كل اللينكات بتاعة الكريم شانتيه والشربات الخفيف وجناش الشوكولاتة ان شاء الله هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي جنب العنوان هتضغطي عليه هتلاقي كل اللينكات، الفيديوهات اللي بتشرح بالظبط وطريقة عمل الكريم شانتيه وطريقة عمل الشربات الخفيف اللي بنسقي بيه وجناش الشوكولاته. كل ده هسيبه لكم في صندوق الوصف. وبنطعم زي ما قلت لك، حابه تحطي جيلو فراوله، جيلو مانجا، مربى حليب، على حسب المتاح عندك تطعمي من جوه التورتايه. تحبي تحطي مكسرات اللي انت عايزاه او المتاح عندك حطيه، حابه تسيبيها كده مفيش اي مشكله، بس انا بحب ادي طعم للتورتايه. بعد كده بقى بنجيب الطبقة الأخيرة، هما 3 طبقات زي ما انتوا شايفينهم بسم الله ما شاء الله عاليين ازاي. وعملنا السبونج بتاعهم وشفناه هيطلع عالي كده ازاي، ضربنا كل ربع لوحده فبيطلع معانا الكمية بتتضاعف بالطريقة دي. جبنا القاعدة الدوارة معانا، وهنبتدي بقى ان احنا نسقي اخر طبقة بالشربات الخفيف، وبعد كده هنغطي بقى بالكريمة ونبتدي ان احنا نجلسها مع بعض دلوقتي. وهنبتدي بقى نغطي بالكريمه. طبعا هتشتغلي جنب جنب زي ما قلتلك قبل كده، ما تحطيش الكريمه البيضه والبني وتبتدي ان انتي تشتغلي او تجلسي، لا حددي الجنب اللي انتي هتشتغلي بيه وجلسيه وظبطيه للاخر خالص يبقى منتهي معاكي، بحيث ان انتي ما ترجعيلوش تاني. هنغطي بقى الجزء ده كله بالكريمه ونبتدي ان احنا نجيب السكريبر بتاعنا، وتبتدي ان انتي تقفلي بقى التورتايه تجلسيها صح. خدي وقتك في التجليس بحيث ان اهم حاجة الطبقة الخارجية، وان هي ده المنظر اللي هيبان او شكل التورتاية اللي هيبان معاكي. فجلسي ايديكي وانتي بتشتغلي، خدي بالك من الزوايا اللي انتي بتعمليها لان دي مستطيلة، فخدي بالك ما تمشيش بدورانات، ايدك تتشال عند كل زاوية. والكريمة الزيادة اللي تطلع معاكي حطيها كده في علبة زي ما انا ما بعمل. بصوا انا بشيل ايدي كل زاوية بقوم شايلة ايدي فيها بحيث ان هي تطلع زاوية قايمة زي ما انتوا شايفينها كده.
جلسناها وخليناها قمرايه بالشكل ده. هنبتدي نجيب السكريبر المشرشره ونبتدي ان احنا نشرشر الجوانب. تعيدي عليها ميزه السكريبر المشرشره مش بتدينا شكل بس ومنظر، بتديكي المنطقه اللي عايزه تعلى بالكريمه شويه، عشان ان انتي تظبطيها. لو في منطقه محتاجه حبه كريمه بتحطيها لها وبعدين تظبطي. وزي ما قلتلك بشتغل بيها برضو هي كمان زاويه قايمه عشان تطلع معانا مستطيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نروح على الكريمة البني ونبتدي برضو نغطي الجزء البني كده، ونبتدي نقفل التورتايه. ميزة الاكياس اللي انا حطاها دي علشان طبعا القاعدة دي مش من نوعية اللي هي المضغوطة اللي هي بتتمسح، لا القاعدة دي لو اي لطشة جت فيها فبتبان. فانا بحط الاكياس دي وفي اخر الشغل خالص ببتدي ان انا اشيلها، فالقاعدة بتنيها نظيفة زي ما هي، لان دي مش بتنفع ان هي تتمسح باي منديل او كده. فبضطر ان انا احط لها الاكياس دي عشان تحافظ على القعده، ما يحصلهاش اي حاجه او منظرها ما يبقاش وحش او مش لطيف او اي حاجه. تمام. فببتدي ان انا اجلس برضو بنفس الطريقه الشوكولاته البني. بتطعمي الشوكولاته البني دي ازاي؟ بضربها زي البيضه عادي خالص، وبعد كده بتطعميها بكاكاو خام. حابه تحطي جناش شوكولاته هيديكي طعم موس الشوكولاته، فعلى حسب ما تحبي. تمام. خلصنا كده بقى، وهنبتدي ان احنا نجلسها كويس. وخدي وقتك في التجليس زي ما قلتلك، وبأكد عليكي على المعلومة دي ان انتي تاخدي وقتك في التجليس. بصوا الزيادات اللي بتطلع انا بمسحها كده على جوه، على التورتايه من جوه اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، التورتايه جميله جدا. انتي لو اتبعتي الخطوات وانتي بتشتغلي السبونج بتاعها هتطلع معاكي عاليه وجميله كده. مفيش طبعا اي تورتايه بره بتشتريها بتبقى بالعلو ده اهي. وبرضو بنبتدي نعملها بالسكريبر مشرشره ونساوي الوش بتاعها، وهي هندخلها بقى التلاجة ونسيبها في التلاجة كده شوية، على الأقل نص ساعة لو انتي مستعجلة على شغلها. لو احنا في السقعة عادي هتشتغلي على طول مفيش اي مشكلة خالص، وبتبتدي ان انتي تشتغلي عادي. انا يدوب بريحها على ما ابتدي اشوف الحاجة اللي وراها وارجع اجيبها واشتغل فيها. هنبتدي بقى نمسح الوش كده بتاعها، ناخد اي زيادات على جوه اهو عشان تبقى متظبطه معانا. بصوا بقى كده النص ونص بيطلع مظبوط ازاي، لان اشتغلتي ناحيه ناحيه ما اشتغلتيش كله مع بعضه، فطلعت معاكي مظبوطه كده بالشكل ده اهو. تبتدي بقى تجيبي الشكل اللي في النص بقى، الخطين دول تمسحيهم وتقومي مسحه السكريبر وغسلاه، لان طبعا هيبقى واخد من الناحيتين، فلو جيتي حطيتيه تاني هتبقى ملطشه معاكي من على الوش. فانا بمسحه واغسله وارجع اجي اساوي بيه تاني عشان يبقى المنظر واحد. ادي التورتايه خلصت معايا تجليس، حطيتها في الفريزر شويه، وبعد كده هنبتدي نجيبها عشان نشوف هنشتغل فيها وهنعمل ايه تاني. بصوا الاكياس معايا لاخر لحظة بشيلها. دي نوتيلا بيضة، ببتدي جيت خفتها بشوية زيت وحطيتها على حمام بخار. وببتدي هنزل بيها النزلات على الناحية البيضة. هنزل بقى الدربات بتاعتي كده اهي. حابة تنزلي بمعلقة زي ما انا ما بعمل كده صغيرة تمام، حابة تحطي في كيس وتفتحيه فتحة صغيرة وتنزلي بالدربات دي مفيش اي مشكلة، على حسب ما تحبي. انا بستسهل كده بالمعلقة الصغيرة وبنزل النزلات واحدة واحدة اهي. زي ما انت شايفاها بقت امورة بالشكل ده. باجي اقسم الخط بالظبط بقى كده بمسطرة، يا دوب بعلم بس الشكل اللي انا هعمله على التورتايه. فقسمت التورتايه بالظبط النصين، وبعد كده عملت المنظر الاكس اللي انتوا شايفيني بعمله ده. هعملها نظام مثلثات كده شكلها جميل، كل مثلث هعمله بطعم مختلف. هبتدي بقى اجيب الكريمة بتاعتي وحطت لها البلبلة اللي هي الصغيرة عشان تديني منظر جميل. وهبتدي اعمل كده زي فسطونات صغنطوطة كده اهي. بحدد الاول النص، وهمشي بقى بالطريقة دي على الناحية البيضة كلها بعد ما نزلت بالدريبات. تمام. ما ببتديش احط ليه الاطعم اللي جوه بعد كده اعمل الكريمه من فوق هتتزحلق منك وتقع، فببتدي اشتغل شغل الكريمه الاول وبعد كده ابتدي احط براحتي اللي انا عايزاه.
ده جناش الشوكولاته اللي هو معمول معايا برضو بالمعلقه، وببتدي انزل زي ما قلتلك، ما انتش عارفه تشتغلي بالمعلقه وهتلاقي نفسك مثلا بتغرقي الدنيا، حطي في كيس وافتحيه فتحه صغنطوطه خالص، وابتدي ان انتي انزلي بالدريبات. طبعا انا كنت هغطي الجزء ده كله بالشوكولاته، فابتديت ان انا بجناش الشوكولاته، فابتديت ان انا انزل بيها كده، وقلت النزلات اللي هتنزل ابقى اكمل عليها بدل ما انزل بالنزلات الاول، بما اننا كده كده هنغطيها بجناش شوكولاته اهو. تمام. ببتدي اغطي كده، ايدك بقى تبقى سريعه عشان لو انتي مسقعه اصلا التورتايه كويس في الفريزر، مجرد ما هتحطي الجناش هتلاقيه بيقفش على التورتايه، فحاولي ايدك تبقى سريعه في الخطوه دي اهو. وبظهر المعلقه خفيف كده، ما بتتكيش قوي عشان ما تعريش الشوكولاته، خبطه خفيفه جدا جدا ببتدي اعملها عشان اي زيادات من جناش الشوكولاته تبتدي تنزل على الجوانب بتاعتها، وانا اكمل بالدريبات اللي انا عايزاها اهي. بصوا الخطوط اللي نازله بقى شكلها جميل وشيك ازاي. ما بحزمش التورتايه من تحت، ولا بشتغل الدريبات قصدي الوردات اللي هعملها من تحت الا لما اخلص نزلات الدريبات دي، عشان لو حاجه نزلت للاخر تبقى خلاص ابتدي اشتغل الشغل بتاعي النهائي على نظافه كده، ما يبقاش نازل عليها شوكولاته ولا اي حاجه. اه التورتايه دي طبعا انا كنت بعملها بحب جدا، لانها راحه لحد غالي علينا، فكانت التورتايه والله بعملها بكل حب كده، وكنت فرحانه ان انا بعملها قوي. والحمد لله الحمد لله عجبتهم جدا جدا جدا. وشكروا فيها بصراحه، كل اللي دقها شكر فيها الحمد لله، وبألف هنا عليهم يا رب. ادي التورتيه حطيتها بقى، بعد ما حطيت جناش شوكولاته حطيتها في التلاجة تسقع شويه، وبعد كده جبتها في الفريزر. شغلي كله بشتغل ان هي تتحط في الفريزر. هبتدي بقى جبتها وهبتدي اشتغل كل مثلث زي ما قلتلكوا بطعم مختلف. ده جيلو فراولة، ابتديت ان انا احطه. هنجيب معلقة صغنطوطة خالص هتشوفوها دلوقتي معايا، بحيث ان انا ابتدي اساوي بيها اهي. بصوا صغيرة خالص، وببتدي ان انا بظهر المعلقة بالراحة كده بساوي الجيلو الفراولة، وفي الاماكن اللي ما راحش فيها ببتدي اودلها كده عشان يبقى شكلها حلو وشغالة قدامي كويس كده. تورتايه سهله وبسيطه جدا، انتي لو حبيتي تعمليها هتعمليها بمنتهى السهوله اهي. اللي قصادها بقى هعملها جيلو مانجا. طبعا الاطعم دي بتاعت المتحده الطعم بتاعها جميل جدا، فبتبقى طعمها مميز وحلو قوي. سويت جيلو الفراوله وجيلو المانجا، وهبتدي احط هنا نوتيلا بيضه من اللي كنا نازلين منها بالدريبات اهي. نوتيلا بيضة خفنها بشوية زيت وعلى حمام بخار كده، وابتديت. ليه بنحط لها حبة زيت؟ طيب زيت نضيف، علشان ان هي لما تدخل التلاجة وتيجي تقطعي التورتاية ما تبقاش ناشفة معاكي، تبقى لينة كده وتتقطع كويس وتبقى ماشية معاكي مظبوطة. ببتدي احط نوتيلا بيضة كده واخبطها خبطتين خفاف خالص، مش قوي عشان التورتاية ما تنزلش معاكي اهي، خبطتين خفاف كده. وبعد كده اتساوت معايا بالطريقة دي. هحط كراميل. تمام. المثلث ده قمت حطاه كراميل اهو، وهنسويه برضو، وهنشوف هنبتدي نحط ايه دلوقتي عليها اهو. تمام. ايه رأيكم بقى؟ سويتي كده كله شغلي اهوت، بسويه بالمعلقه الصغنطوطه اللي انتوا شايفينها دي عشان تدخل في الاماكن اللي ما فيهاش، خبطه خفيفه برضو كده ان هي تساوي الدنيا معايا. هنبتدي بقى اجيب ده كاندي اللي هو كاندي توت، هبتدي احطه كده على النوتيلا البيضة. كل طعم هنحط عليه حاجة بحيث ان التورتايه من فوق تبقى شكلها امور كده وشكلها حلو. فحطيت هنا كاندي توت، وهنجيب كريسبيات دلوقتي وهنحطها. ادي كريسبي ابيض هنحطه هنا، وهنحط كريسب ابيض برضو على الجيلو المانجا، او حطيناه شوكولاته ما حطيناهوش ابيض، بس بيتهيألي انا هرجع اشيله واحط ابيض، مش عارفه صح ولا انا هسيبه كده مش فاكره، بس بيتهيألي لا انا هشيله برضو
اهو شلته، مش انا قلتلكوا شلته وحطيته على الناحية البني، وحطيت هنا لقيت ان كريسب ابيض هنا احلى ان انا احطه على اليمة البيضة وهنزل عليه بجيلو مانجا، فحسيت ان هو يبقى احلى، فقمت شايلة الكريسب الشوكولاتة حطيته على اليمة الشوكولاتة. 3 كده كأنهم مثلث من الزاوية دي ومن الزاوية دي. وكان عندي اشكال شوكولاتة بقى كنت عاملاها بالسيليكون، وكان عندي شوكولاتة ملولوة كده ابتديت ان انا احطها على اليمة الشوكولاتة. الحاجات دي ايه بتبقى جاهزة عندي، فبتبقى مريحاني في الشغل على طول، لما بتبقى عندي تورتية بطلع واحط عليها. اما في حاجات ما كانتش عندي فعملتها زي ما انتوا شايفينها في مولدات السيليكون كده. دي معلقة حطيناها برضو كنت عاملاها بالشوكولاتة، وبارات شوكولاتة. كنت برضو مسيحة شوكولاتة خام على حمام بخار وقمت حطاها بدون اي اضافة اي حاجة، وحطيتها كده في بارات الشوكولاتة دي، حطيتهم ورا بعض كده. وقلوب كنت عاملاها برضو حطيتها اهي. يعتبر اللي كان جاهز عندي الشوكولاتة الملولوة اللي انا كنت عاملاها فحطيتها، اما الحاجات التانية جهزتها على طول في مولدات السيليكون فطلعت حلوة معايا. هنجيب واحدة كونو دلوقتي وهنحطها على المثلث الكراميل ده عشان ما يبقاش فاضي هو كمان اهو. وجبت 3 كريسب قصاد ال3 التانيين عملتهم بنفس الشكل وبنفس المنظر كده اهم. فبصراحة اديته منظر جميل قوي وشكل حلو، بقوا الناحيتين شكلهم جميل وامور كده اهم. خلصوا معايا كده. هنجيب بقى جيلو الفراولة وجيلو المانجا ونبتدي ننزل على الكريسبيات دي بحيث ان هما يبقوا واخدين من نفس الطعم اللي هما عليها. ادي واحدة كونو هنحطها الاول على الكراميل، وهنزل عليها بجناش شوكولاتة دلوقتي رايح جاي كده يديها خطوط على الواحدة الكونو دي. وادي جيلو المانجا حطيته على الكريسبيات اهو، يديها منظر حلو وجميل كده تمام. وبنفس الطريقة على جيلو الفراولة هنعمل كده برضو على الكريسبيات البيضة اللي عليه هنحط كده برضو اهو. ايه رأيكم بقى؟ قولولي ايه رأيكم في تزيين التورتاية دي وعجبكم ولا لأ. وهوريها لكم دلوقتي من قريب برضو عشان تشوفي كل الشغل اللي انا عملته، بس هنبتدي نشيل الاكياس الاول علشان نشوف هنعمل ايه اهو. بصوا كاندي التوت بقى بيبقى واقع منه حاجات كده، منه برضو من نفس كاندي التوت حبيت ان انا احطه على النوتيلا البيضة يديها منظر جميل قوي وشكل حلو. زي خرز صغير كده واقع منها من كاندي التوت، فابتديت ان انا احطه كده من العلبة على النوتيلا البيضة اهي. وهنبتدي بقى دلوقتي نرفع التورتايه اهو عشان نشيل الاكياس. بصوا خلصت انا كده الشغل اللي فوق دي اخر حاجة بقى عشان هحزم التورتايه من تحت بالكريمة، فببتدي ان انا اسحب كده الاكياس اللي انا كنت حطاها عشان تحمي القعدة ما تتلطش معايا او ما يحصلهاش اي حاجة. ايه رأيكم بقى في التورتايه وفي شغل التورتايه؟ عايزة رأيكم في التعليقات وتقولولي ايه رأيكم في التورتايه القمراية دي اهو. هنبتدي بقى نجيب الكريمة البيضة كده وبنفس البلبلة اللي انا عملت بيها فوق هي اللي انا بشتغل بيها تحت، وابتديت ان انا احزم التورتايه بالشكل ده اهو. هحزمها كلها بنفس الطريقة بقى وهوريها لكم بما نيجي نحطها في العلبة دلوقتي اهو. خلصتها وحطيتها طبعا في العلبة بتاعتها بالشكل اللي انت شايفينه القمر ده. بقت التورتايه خلصت معايا، وادي العلبة بتاعتها 30 في 40 والقاعدة 30 في 40 بنفس الشكل ده. حابة تصغري شوية القعدة او العلبة براحتك مفيش اي مشكلة. ودي التورتايه خلصت معايا. استنى رأيكم في التعليقات. احلى واجمل متابعين في الدنيا.